هي دي القلبة اللي تخش القلب بجد. هي دي اكتر حاجة بنحتاجها في الشتاء. حبة البخار دول وحبة الدخان اللي بيطلعوا بيدخن دول بيدفوا الواحد كده، بيخلوه حاسس بالانتعاش كده. ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنتعلم مع بعض نعمل المحشي اللي هو الكرنب، من بداية السلق لحد لما نيجي نحشي ونسوي وكل حاجة. يعني الموضوع هيبقى سهل جدا، ومن النهاردة مش هيبقى صعب ولا هيبقى عقدة بالنسبة لك. يلا نشوف الطريقة. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده احنا معانا كرومبايه على حسب اللي انتي محتاجاه. تمام. يعني الكرومبايه دي احجام، كل كرومبايه على حسب. ممكن تلاقي اللي هي واحده المكبسه او اللي هي المليانه ورق، دي ممكن تعمل كتير او ممكن تعمل عدد حلل كتير. يعني ممكن تعمل اكتر من حله. وممكن الصغننه تعمل برضو حله او اقل من حله. فدي على حسب اللي انتي بتجيبيها. تمام. بنجيب الكرومبايه بقى من بدايه اللي هي العنقود اللي من فوق ده، او اللي هي الراس اللي من فوق. بنعمل ايه؟ بنروح مفتحينها ولافين كده داير ما يدور ال- الكرومبايه. عشان ايه؟ نشيلها يعني ونحطها في الحله على بعضها، يعني بدل ما نقعد نفكك ورقه ورقه وكده. تمام. دلوقتي كده معانا الكرومبايه اهو. بعد ما قطعناها وشلنا العرق اللي من فوق ده يعني وفرغناها كويس، نزلنا في الحله. حطيت معلقه كمون، الكمون عشان الغازات. تمام. وبعد كده نزلت سبت الميه تغلي براحتها لحد ما غلت خالص يعني. وبعد كده نزلت بالكرنبايه على وشها الاول، الحته اللي انا فتحت منها، وبعد كده اروح قلبها عشان ايه؟ تستوي براحتها. تمام. على كل وش هتسيبها يعني دقيقتين كده ولا حاجه عشان ايه؟ تفكك من بعضها وتستوي. بعد ما خلصناها بقى وسيبناها بقى دقيقتين كده تغلي، هنبتدي نشيل ورقه ورقه. كل ورقه نسيبها يعني، كل طبقه يعني نسيبها شويه ما بين الطبقه والتانية على ما نشيلها. عشان ايه؟ تدنها تاخد فترة يعني تستوى كويس. لان الورقة لما بتيجي تشيليها التانية اللي بعديها ممكن ما تكونش طالت المية كويس، فبنسيبها براحتها بعد ما نشيل الاولانية عشان ايه؟ تكمل تسوية. ولو لقيناها جامدة شوية بنعمل بنروح شايلينها ونروح حاطينها في المية برضو اللي هي تكمل تسوية. بس ما تقرصيش عليها جامد عشان ما تتهريش منك. وكده كده اصلا كرومب الشتا بيبقى طري، الورقة بتاعته ناعمة فما بتحتاجش سوا كتير. تمام. بعد ما خلصنا الكمية كلها، كل كمية كنت بطلعها بحطها تحت ميه برد عشان ما تدناش تستوي تاني. زي ما انتم شايفين كده. ازاي نعرف ان احنا التسويه بتاعتنا تمام؟ نروح جايبين سكينه او بطرف صباعنا كده او ضفرنا، نروح ضاغطين على الورقه نفسها، على العرق نفسه. لو لقينا اللي هو بيخش يعني، بس ايه؟ اللي هي مش قوي يعني، مش بصعوبه ولا بسهوله، يبقى كده تمام. دلوقتي جبنا اهو الورق عشان نقطعه. زي ما انتم شايفين كده بنشيل العرق من الورقة. هعيدها لكم مرة تانية اهي. هنشيل العرق من الورقة الأول، وبعد كده هنروح لفينها برمينها. دي أسهل طريقة. كل الطرق اللي يعني الباقية هو حلوين أو كل حاجة، بس بيهدروا بصراحة. عايز اللي هو حد متمكن قوي ان هو يعملها. انما دي يعني طريقة أجدادنا وأمهاتنا سهلة. نروح جايبين الورقة بقى بعد ما نشيل العرق، نروح لبرمينها. وبعد كده نقطع على حسب حجم الصباع اللي احنا عايزين. تمام. هيطلع لنا شريط طويل كده. الشريط الطويل ده عايزة تقطعيه وتجهزيه على الحشو، تمام. عايزة تسيبيه وتقطعيه ساعة لما تيجي تحشي برضو زي ما يريحك. طيب دي طريقة تانية برضو بالنسبة للتقطيع. دي برضو يعتبر أسهل من الأولانية، بس برضو اللي يريحك استخدميه. تمام. اللي الطريقتين عندك اللي يريحك اعملي بيها. تمام. هنعمل ايه؟ هنحط الورقة نسطحها كده على الصينية او الطبق اللي بنقطع عليه. وبعد كده نروح شاطرين او قاطعين العرق. وبعد كده نقطعها زي ما احنا عايزين. نفس الكلام برضو في الورق الاخضر، بس خلي بالك ان الورق الاخضر بياخد سوا شوية بساط عن الورق الابيض. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده جبنا كمية الخضرة اللي عندنا. المحشي يعني خضرة وبصل. تمام. يعني هاتي خضرة حبة حلوين، ما تقلليش عشان المحشي يطلع منك حلو. انا عندي من كل حزمة او من كل نوع خضرة حزمتين. تمام. الكزبرة عندي 2، والبقدونس 2، والشبت 2.
تمام. هنقطعهم بقى صغنن خالص، عايزه تقطعيهم على بلانشه تمام، عايزه تقطعيهم على ايدك برضو تمام، اللي يريحك. تمام. زي ما انت شايف كده هقطعهم صغنن جدا. انا بقى اخلص الكميه وهرجع لكم بعد ما اخلص. طيب دلوقتي انا في مقطع مني اتمسح اللي هو كان كميه البصل. دلوقتي انا هجيب كام بصلايه؟ هجيب من 4 ل5 بصلات. تمام. 5 بصلات ليه ايه، متوسطين كده او كبار لو انت بتحبي كميه البصل اكتر. تمام. بعد ما بناخدهم بنقطعهم بقى، نقطعهم في الكبه بقى، قطعهم على ايديكي برضو اللي يريحك. وبعد كده بتحطي حبه زيت حلوين، حبه زيت حلوين يعني عشان يخلي الرز مفلفل. وبعد كده بتنزلي بالبصل، تخليه لحد ما يدبل، اللي هو تحس ان هو خلاص دبل خالص وبدأ لونه يحمر. بعد كده هتحط، اول ما لونه يحمر كده هنبدأ ننزل بالصلصة بتاعتنا اللي هو ايه، الكمية اللي احنا عايزينها. دي الصلصة اللي انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده في فيديو على القناة، ممكن تروحوا وتشوفوه. انا خدت 4 اكياس. تمام. عندي 4 اكياس اهو، ما شاء الله اللهم بارك، يعني حبة حلوين عملوا معايا المحشي وزيادة كمان. تمام. طيب بالنسبة لكمية البصل انا خدت منها يجي نص بصلاية كده اللي هي كبيرة، او بصلاية وسط تقطعيهم. ليه؟ احنا عايزين اكيد المحشي هيحتاج يتسقي بشوربة، فانا محتاجة شوربة، فعشان الفراخ بتاعتك تكون طعمها حلو وتكون ليها نكهة لذيذة كده في الاكل، تروحي مقطعة لها بصلاية وتحطي عليها معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، وتروحي فركاها كده بايديكي، تطلعي العصاره بتاعه البصل وتخليه مسكر كده، يطلع السكر بتاعه. وبعد كده تكوني ايه، تكوني غاسله الفراخ بتاعتك كويس زي ما بتغسليها، تكوني منضفاها كويس جدا وتجيبيها من تحت الجلد بقى ومن فوق الجلد. بصي ما تسيبلهاش حته، ما ترحمهاش، كل حته تروحي حاطه فيها الخلطه بتاعه البصل دي، وتفرجي على الطعم بتاع الفراخ والتتبيله. الله اللهم بارك، هتدعي لي والله من كتر ما انت هتحبي الطريقه، هتدمنيها بجد. هتسيبيها كده بقى، ويفضل ان انت تسيبيها شويه في التتبيله بس، برضو حتى لو ما لحقتيش برضو عادي مش هيبقى فيها مشكله. عندنا دلوقتي الحله اللي هنسلق فيها، حطيت فيها حبه زيت وهنزل بالفراخ على الجلد بتاعها، ما تنزليش على اللحم، هنزل بالفراخ على الجلد بتاعها وهشوح. تمام. طيب ايه فايدة التشويح دي التشويح بيقفل المسام وبيخليها مقلية، ما تنزلش ميه كتير. تمام. وبيخليها كده تحس انها جوسي كده وطعمها جميل ولذيذة. تمام. بعد ما خلصنا هنزل بباقي التتبيله، اكيد مش الفراخ كلها يعني، مش كميه الفراخ اللي معايا يعني خدت التتبيله كلها، فهنزل بيها برضو، بتعمل نكهه حلوه قوي للشوربه. بعد ما خلصنا كده انا قلبت الفراخ على الوش التاني بعد ما اتحمرت، بس يفضل انت تسيبها تتحمر سنه كمان عن كده. وحطيت بقى التوابل بتاعتي، ورق لورا وروزماري. وبعد كده حطيت عليهم ميه مغليه. تمام. عشان الفراخ تستوي بسرعه او تغلي بسرعه وتقلب يعني. بعد كده عندنا الصلصه هي بعد ما شاء الله ما اتسبكت، اول ما تلاقيها نزلت او طلعت الماده الدهنيه اللي انت المعمول بيها الصلصه كده، يعتبر ايه خلاص هي دخلت في التسبيك، خلاص هي تسبكت وبقت جميله. انا حطيت لها ورقتين 3 ورقات لورا، وبعدين حطيت لها معلقه سكر، معلقه السكر دي بتعادل الحموضه في الطماطم. وحطيت لها بقى الملح على حسب انا ما محتاج. تمام. حبه دلع تمام، حبه مالح سيكه تمام، حبه اللي هو معتدل يعني برضو تمام. بعد ما خلصنا كده جبت الطبق بتاعي وحطيت فيه الخضرة مع الرز. جبت الرز حطيت عليه معلقة فلفل اسود وقلبته مع الخضرة بتاعتي اللي انا قطعتها كلها اللي انا قلت لكم عليها. وبعد كده رحت مقلباها فيهم كلهم. بعد كده ايه، نزلت بالصلصة عليهم. تمام. هنزل بقى بكمية واحدة واحدة على لحد ما اوصل للدرجة اللي انا احتاجها او اللي انا اكون راضية عنها. بس ما تخليش الصلصة فاتحة او الخلطة بتاعت المحشي فاتحة، عشان تطلع لك في الاخر محشي يعني جميل، بتحس ان هو منزل صوص كده صلصة جميل جدا. انت هتدعي لي والله من كتر ما هتلاقي الطعم روعة. نقعد نقلب بقى ونحط بقى على حسب، كل ما نخلص كل ما نقلب الكمية اللي معانا نحط بقى، نشوف بقى الدرجة اللي احنا حابينها. تمام. زي ما انتم شايفين كده هي الكاميرا مفتحة اللون، بس هي ما شاء الله كان لونها غامق شوية كمان عن كده، الصلصة بتاعتها كانت كتير. دلوقتي بقى هنيجي نحشي ونشوف بنحشي ازاي. دلوقتي معانا الورق اللي احنا قطعناها على حسب السمك اللي انت عايزاه.
بعد كده تجيبي الحته اللي هي الخشنه شويه، هتلاقي فيه حته ناعمه وفي حته خشنه، وتبتدي بيها بقى. تروحي حاطه كميه بسيطه من الرز، وتروحي بقى ماسكاها وبرماها على ايدك كده، اللي هي بالعكس، او في ناس بتبدا من اللي هي من تحت، على حسب ما تقدري تحشي. تمام. ونقعد نلف كده، وانتي بتلفي حاولي ان انتي تقفلي عليها كويس، او اللي هي تقرطي عليها كويس، عشان ايه؟ ما تفكش منك في الحله. ويكون معانا الحله بقى فرشينها بقى خضار، او فرشينها اللي هي العيدان بتاعه الخضره، ونرص بقى الكميه اللي معانا زي ما انتم شايفين كده. دي الورقه الطويله اللي معايا، انا بقطع منها على حسب الحجم اللي انا عايزاه اهو. دلوقتي بعد ما خلصنا، لما تيجي بتحشي المحشي بتحطي رصه، وتروحي عامله الرصه التانية عكسها. بعد ما خلصت، احنا فاضل معايا كميه من الصلصه حلوين، يعني حبه حلوين، يعني جم بوله كده متوسطه. رحت واخده منها بقى ده خليلك السر بتاعك ايه، المحشي بتاعك تحفه يعني بجد. بعد ما خلصنا نروح واخدين معلقتين او 3 صلصه، وحطينهم على الوش. ويا سلام بقى لو حطيتي كمان معلقتين سمنه بلدي، تتفرجي على الجمال اللي هتاكليه بجد. بعد كده بقى هننزل بالشوربه بتاعتنا، الشوربه اللي احنا عملناها بتاعت الفراخ. هناخدها بقى، بس نكون مصفيينها كويس من التوابل والحاجات اللي احنا كنا حاطينها. تمام. ونعملها بقى كده، وكل ما نيجي نحط نروح راجين الحله كده، عشان تنزل ما بين الصفوف، عشان مش كل الاماكن هتلاقي فيها ميه، هتلاقي فيها شوربه، سوري. فحاولي ان انت ايه تقعدي ترجي الحله كده لحد ما تلاقيها خلاص استكفت من تحت، فهتلاقيها مش هتنزل تاني. مستوى السوائل اللي احنا عايزينها في المحشي يكون ايه، الصف الاولاني الى حد ما باين. تمام. بعد كده هنحط طبق عشان يساوي الصف اللي من فوق، وبعد كده نقفل عليه. بعد ما نفتح كده نلاقي الحله بدأت تبقبق كده وتغلي من كل الجوانب، هنروح مهديين عليها ونسيبها بقى على نار هاديه. ما بتاخدش كتير يعني، بس بصي سيبيها براحتها. هتلاقي المحشي زبده، بيدوب كده وجميل، الورقه طريه، فهتلاقيه تحفه. وحانت اللحظه الحاسمه، احلى لحظه الواحد بيحبها بجد، ساعه لحظه قلبة المحشي دي. بصراحه المحشي ما بيتزينش، بالذات المحشي الكرنب، فلازم القلبة دي عشان تخش القلب كده، تنزل في القلب مش في المعده بصراحه. زي ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده المحشي واحده بوحدتها، ما فيش واحده فكت، لان اللفه مقفوله عليها كويس. حتى في حبه كمان اهم في الحله، ما شاء الله اللهم بارك، جميله جدا. حتى هتلاقي كمان حتى الرز مفلفل، والورقه مستويه كويس جدا كمان. حتى الورق الاخضر المعروف ان هو بيبقى ناشف شويه، او بيبقى اللي هو قاسي شويه عن الورق الابيض، بس ما شاء الله اللهم بارك كان طري، كان دايب خالص. كنت فاكره انا بصور لكم، بس ما كنتش شايفه، راعيت لكم المقطع تاني. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، الرز مفلفل، والورقه مش مستحمله، وبرغم في نفس الوقت ماسكه نفسها، سبحان الله، فجميله جدا. وطعمه بجد خرافي، وهتلاقي نازل منه صوص كده من الصلصه، بصوص طعمه حلو قوي.